متابعينا الأوفياء، السلام عليكم. أمن مراكش يوقف مشتبه فيه بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش مساء يوم أمس الثلاثاء 8 نوفمبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بإعداد وترويج مسكر ماء الحياة. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد تمكنت صباح أمس الثلاثاء من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة لكونه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله بالمنطقة القروية أولى حسون عن حجز 10,680 لترا من مسكر ماء الحياة. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هوية شخص ثاني يشتبه مشاركته في النشاط الإجرامي للمشتبه فيه الأول، حيث تم توقيفه بنفس المنطقة القروية المذكورة مساء أمس الثلاثاء، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن العثور بحوزته على 24,000 لتر من مسكر ماء الحياة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسات النظرية رهن إشارات البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف وملابسات هذه القضية، وكذا لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر. وفي أخبار الرياضة، يوسف حجي يوجه رسالة عبر المنتخب لمهاجم الأسود. وجه الدولي المغربي السابق يوسف حجي رسالة متفائلة للمهاجمين الذين سيمثلون أسود الأطلس في نهائية كأس العالم 2022 بقطر، مؤكدا بأنه يجب عليهم الاستمتاع بما سيقدمونه في الملاعب والدفاع عن قميص الفريق الوطني بكل شراسة. وتحدث حجي للمنتخب بالقول: نثق كثيرا في كل الأسماء التي سيختارها الناخب الوطني وليد الركراكي، وبخصوص لاعبي خط الهجوم يجب أن يستمتعوا كثيرا بما سيقدمون، نثق فيهم كثيرا ويجب أن يدافعوا عن قميص الفريق الوطني بكل قوة. وتابع حجي المنتخب المغربي مطالب بالاستماثة في المونديال، وكجمهور ندعم جميع اللاعبين الذين سيتم اختيارهم، فالهدف هو تشريف كرة القدم المغربية. أظن بأن العناصر التي سيختارها الركراكي متعودة على الضغط داخل أنديتها، ولن تجد مشاكل كثيرة للتعامل معه في كأس العالم. وفي خبر آخر، أمن أكادير يوقف شخصين لتورطهما في الحيازات والاتجار في المخدرات. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الساعة الأولى من صباح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و 34 سنة من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازات والاتجار في المخدرات. وقد تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما إلى مدينة تكيوين على متن مركبة تحمل علامة وهمية لسيارة أجرة ولوحات رقمية مزورة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 40 رزمة من مخدر الحشيش بلغ مجموع وزنها الإجمالي طونا واحدا، فضلا عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابات العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي. وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.